بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي متابعي ومشاهدي فيديوهات قناه كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه. في البدايه نعتذر لحضراتكم عن التقصير اللي قصرناه مع حضراتكم في الفتره الطويله اللي فاتت، ونوعد حضراتكم ان احنا باذن الله نكون متواجدين ونلتزم دائما مع حضراتكم باذن الله. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ايقاف كهرباء. في البدايه نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. وحضراتكم عارفين موضوع كهرباء، ان كهرباء تم ايقافه في شهر يوليو اللي فات، يعني في شهر 7 2022 تم ايقافه لمده 6 شهور تنتهي في 11 يناير 2023. معنى كده ان باذن الله اعتبارا من يوم 12 يناير 2023 كهرباء خلاص ما عادش موقوف. طلع كلام كتير ان لا كهرباء موقوف، كهرباء مش هيلعب عشان ما دفعش الغرامه، كهرباء الاهلي مش هيقدر يشرك كهرباء. فاحنا بنقول لك لا، اطمن، رسميا تم انتهاء ايقاف كهرباء، وكهرباء من حق النادي الاهلي انه يشركه باعتبارا من يوم 12 يناير 2023. هتقول لي طيب امال الاهلي ما اشركوش في النادي المصري ليه؟ هقول لك دي وجهه نظر فنيه. ليه بقى بنقول لحضرتك رسميا ان كهرباء خلاص ايقاف كهرباء انتهى؟ هقول لحضرتك لمجموعه من الاسباب. اول حاجه ان النادي الاهلي ارسل القائمه المبدئيه اللي هتشارك في مباريات كاس العالم للانديه 2023 اللي هتقام في المغرب باذن الله اعتبارا من 1 فبراير. وكلنا عارفين ان القائمه النادي الاهلي ارسل 32 لاعب من ضمنهم محمود عبد المنعم كهربا. الفيفا لم يعترض على وجود كهربا في القائمه. معنى كده ان الفيفا لو كان شايف ان كهربا موقوف او مش من حقه يشارك كان بعت للنادي الاهلي وقال له لا، اللاعب ده ما ينفعش ان هو يشارك. لكن كون ان الفيفا قبل القائمه معنى كده ان خلاص الفيفا ما عندوش اي مشكله في ان كهربا يشارك. الحاجه الثانيه لو شفنا مع ترانسفير ماركت، ودي صفحه كهربا على موقع ترانسفير ماركت، لو حضراتكم فاكرين طبعا اللي شفناه قبل كده كان هنا بيبقى محطوط علامه ايقاف ان كهربا موقوف. النهارده محطوط ريتورن يعني عائد. اذا كهربا تم انتهاء ايقافه. اهي الموقع اهو، موقع ترانسفير ماركت، ودي صفحه محمود عبد المنعم كهربا قدام حضراتكم، ادي صورته ودي اسمه ومحطوطه علامه ريتورن. ولو حطينا الماوس كده على العلامه بيظهر لنا التفاصيل اللي احنا قلناها، ان الايقاف من كذا لكذا والغرامه والكلام اللي احنا قلنا عليه ده كله وحضراتكم عارفينه. فموقع ترانسفير ماركت وده موقع رسمي اعلن رسميا ان كهربا خلاص عائد من الايقاف، يعني ما عادش موقوف. طيب النادي الاهلي ارسل خطاب لاتحاد الكره علشان يبقى ماشي رسمي، ساله هو كهربا امتى ينفع يشارك في المباراه ولا ما ينفعش، علشان يبقى النادي الاهلي ماشي رسمي. خلاص اتحاد الكره راح بدوره سال الفيفا. الفيفا رد على اتحاد الكره وقال له ان كهربا ايقافه ينتهي يوم 11 يناير 2023. وادي صوره خطاب او الرد بتاع الفيفا اللي رد بيه على اتحاد الكره المصري، وقدام حضراتكم اهوت. والجزء اللي متعلم عليه اللي معمول عليه برواز بالاحمر دوت، او اللي هو داخل المستطيل الاحمر دوت، هو ده اللي بنقصد بيه او اللي بيحتوي على الكلام اللي احنا بنقوله ان محمود كهربا ينتهي ايقافه يوم 11 يناير 2023. وده طبعا مستند رسمي من الفيفا. معنى كده ان اعتبارا من يوم 12 يناير 2023 كهربا من حقه انه يشارك كلاعب رسمي كلاعب احد لاعبي النادي الاهلي. تعالوا كده مع بعض نسمع محمد شبان ابو ليه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ناس كتير راحت وجت في الموضوع ده. احنا كان راينا قطعي ونهائي انه كهربا بعد انتهاء ايقافه يستطيع المشاركه مع النادي الاهلي في المباريات. تلقى اتحاد الكره المصري النهارده ايميل في ساعه مبكره من الصباح، يعني كانت الساعه 2 الصبح ولا الساعه 1 الصبح، بقرار واضح من الاتحاد الدولي بيقول لاتحاد الكوره ان الميل اللي فات شرحنا لك كل حاجه وان الموضوع مش محتاج استفسار. اتحاد الكوره بعت يستفسر من الاتحاد الدولي بيقول له قول لي والنبي هو كهربا يشارك ولا ما يشاركش؟ الاتحاد الدولي مندهش جدا. انت ليه مصر يعني تسأل على الواضح؟ فبعت قال له يا كابتن
احنا بعتنا اللي رد عليك قبل كده، والرد شارح نفسه ما فيهوش اي نقاش واي جدال. اللي قبل كده ده اللي يقصده الاتحاد الدولي، ان كهربا لعيب موقوف، وان ايقافه ينتهي يوم 11 يناير، وملخص كده الميل اللي فات، وانه لو في حد متضرر بعد فتره القيد الثالثه اللي هي في شهر سبتمبر الجاي يلجأ الى لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لكره القدم. اذا كهربا ايقافه انتهى، ويستطيع من بكره ان يعود لقائمه النادي الاهلي والمشاركه مع النادي الاهلي في المباريات بشكل رسمي. سمعتوا حضراتكم؟ طيب ايه السيناريوهات المتوقعه بعد كده، او ايه اللي هيحصل بعد كده باذن الله؟ هيحصل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان كهربا خلاص هيشارك مع النادي الاهلي. طب بيفضل يشارك لحد امتى؟ من هنا لحد فتره القيد الجايه اللي هي بتبدا في 1 سبتمبر. يعني طبعا نادي الزمالك بما انه نادي متضرر من حقه انه يبعت من دلوقتي، خلاص يبعت يقول للفيفا ان كهربا ما دفعش الغرامه بتاعته. طيب الفيفا مش هيعمل حاجه، هيستنى لحد 1/9 ويحصل احد بقى سيناريوهين اللي احنا بنقول عليهم. يا اما ان كهربا يجي في 31/8 مثلا، يعني انا اقصد قبل 1/9، يعني ممكن 31/8 30/8 خلاص 8 هو حر، المهم قبل 1/9 يكون مسدد الغرامه بتاعته، وبالتالي يبقى الموضوع انتهى وخلاص، والزمالك كده خد فلوسه وكل عام وانتم بخير، وموضوع كهربا القضيه دي تتقفل بالضبه والمفتاح. طيب ده السيناريو الاولاني. طب السيناريو الثاني، فيفا هيسيبه يلعب لغايه شهر 9 خلاص، فلما يجي بقى في شهر 9 الفيفا يروح واخد الشكوى بتاع نادي الزمالك وبعت للمحامي بتاع كهربا يقول له اللعيب ما سددش الغرامه بتاعته. فاللعيب المحامي بتاع كهربا هيرد على الفيفا ويقول له ان اللعيب سنه عدى 28 سنه، وان النادي اللي بيلعب فيه حاليا هيضمنه في سداد هذه الغرامه. طيب السيناريو الثاني ده انا جبته منين؟ بكل بساطه لو تفتكروا حضراتكم عصام الحضري لما هرب من النادي الاهلي وراح لعب في سويسرا. طيب حصل ايه؟ ما هو نفس القصه، لما الاهلي اشتكى في الفيفا المحامي بتاع عصام الحضري ساعتها قدم للفيفا وقال له ان اللعيب عصام الحضري معدي 28 سنه، وان النادي اللي هو بيلعب له حاليا هيضمنه في سداد الغرامه، فبالتالي تتقسط الغرامه وما يبقاش في ايقاف لكهربا، يبقى كهربا يلعب بدون ايقاف خلاص. طيب كهربا في شهر 9 هيكون عدى 28 سنه، هيكون عدى 28 سنه، فبالتالي انا بتوقع ان ممكن ده السيناريو، مش بتوقع بقول لك ان ده اللي هيحصل، لا انا بقول لك ممكن يكون احد السيناريوهات. ما انا قلت هما 2 سيناريو، يا كهربا يسدد قبل 1/9 وخلصنا، يا اما لو ما سددش يعمل السيناريو اللي عمله عصام الحضري لما هرب من النادي الاهلي قبل كده، وفي الحاله دي هيبقى النادي الاهلي هو اللي ضامن كهربا. طب الاهلي هيضمن كهربا ليه؟ ما هو كهربا لعيب في النادي الاهلي خلاص، وكهربا مجدد للنادي الاهلي كذا سنه، فكهربا ليه فلوس عند النادي الاهلي. فالاهلي لو كهربا ما سددش، كهربا يروح الاهلي يروح واخد الفلوس بتاع كهربا خاصمها من كهربا وباعتها للفيفا. موضوع كهربا، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والى ان القاكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.